يسعد اوقاتكم. معكم فادي من استديو فيجن، ورجعت لكم اليوم فيديو جديد. فيديو اليوم رح يكون مختلف شوي عن المواضيع الاساسيه اللي بنقدمها بالقناه، وعن شو بنحكي بالعاده. بس الشيء اللي رح نتفق عليه اليوم انه الغرض يلي معي بيندرج ضمن فئه التك، واللي اغلبنا مهتمين يعرفوا اكثر عن هالمواضيع. اليوم جايكم بمراجعه لغرض مختلف عن اي غرض ثاني راجعته قبل بالقناه، واللي هو ببساطه عباره عن بسكليت. اي بسكليت او اي بايك. واللي بيعرفني منيح بيعرف انه انا شخص كتير بحب سوق بسكليتات من زمان، وانقطعت بعدها وما عاد سقت ابدا بسكليت، وخاصه انه الي ذكريات وحوادث كتير قويه بفتره الصبا. فكانت هي فرصه كتير مناسبه حتى ارجع لعالم البسكليتات ونجرب عالم الاي بايكس الجديد. شركه DYU مشكورين تواصلوا معي وخبروني عن منتجاتهم، وسالوني اذا حابب اجرب شيء من عندهم. ومن بين مجموعه الخيارات المتنوعه الموجوده عندهم قررت اختار الموديل C3، وخاصه انه هذا الموديل منتشر كتير هون باوروبا، فقررت اجرب هالموديل بالفورم فاكتور الجديد. رح نجرب هالبسكليت سوا ونشوف محتويات الصندوق ونشوف شو بيجي معاه اغراض وطريقه التركيب والتجميع، ومن بعدها رح نحكي شوي عن مواصفات هالبسكليت ونروح لميزات ومساوئ الC3، وبالاخير نعطي فيها راينا بكل صراحه هل بتستاهل انه نشتريها او لا. وفي مفاجاه حلوه للمهتمين باخر الفيديو، فتاكدوا تضلوا للاخر. وبدون اي تاخير عليكم خلونا نفوت بالفيديو تبعنا مباشره وعلى طول.
إذا بدنا نحكي عن مواصفات هالبسكليت أو السي 3 فأول شيء بيخطر ببالنا هو وزنها، وهون عم نحكي عن وزن ما بيتجاوز ال 20 كيلو جرام، وهذا بيخليها بوزن مشابه لاغلب الاي سكوترز الموجوده هلا حاليا بالسوق، واللي انا بصراحه وبشكل شخصي بفضل عليها لكثير عوامل. السي 3 رح تيجي ببطاريه داخليه قابله للشحن ولكن غير قابله للفك، يعني ما رح تكونوا قادرين تفكوها وتسحبوها وتاخذوها معكم. هالبطاريه رح تيجي بحجم 7.5 امبير، واللي رح تكون قادره تعطي طاقه كافيه للموتور توصل ل 250 واط وبعزم دوران 10 نانومتر، واللي لقيت اداء قوي خاصه مع حجم البسكليت ووزنها. وبحديث عن شحن البطاريه فهالبطاريه رح تكونوا قادرين تشحنوها بفتره ما بين 3 ل 4 ساعات، طبعا عن طريق الشاحن الخاص اللي بيجي معه، وهذا الشيء كثير حلو بالنسبه لمده الشحن. السي 3 بتيجي بحجم 14 انش كومباكت، وبيميز الجميل انه هي قابله للطي او الضب، يعني الدركسيون او المقود رح تكونوا قادرين تفكوه عن طريق القفل الخاص الموجود على البادي ليصغر حجم البسكليت، والكرسي فيكم تنزلوه لتحت وهيك بصير حجم البسكليت عندكم صغير، وفيكم تاخذوها معكم وين ما تروحوا بالسفر، او حتى تاخذوها للمكتب او البيت وما رح تاخذ عندكم حجم او مساحه بالمكان اللي رح تحطوها فيه، وهذا بيخليها بكل بساطه ترافل فريندلي. هاي البسكليت بتيجي عندنا بثلاث مودات للسواقه. اول مود معنا واللي هو الشكل الطبيعي، يعني فيكم تستخدموها بدون الشحن او الكهرباء وبس عن طريق الدعسات، وهيك فيكم تحافظوا على طاقه البطاريه عندكم ما بتصرفوا منها شيء. المود الثاني باستخدام البطاريه وبشكل كهربائي بالكامل، وطبعا هون البسكليت رح تكون قادره توصلكم لمسافه بتوصل ل 25 كيلو متر، طبعا اذا كانت عندكم البطاريه مشحونه بشكل كامل، وهذا الحكي طبعا بيختلف حسب البيئه والشخص اللي سايق البسكليت، كمثال اذا في طلعات او جبال وغيرها من العوامل. المود الثالث هو انه تساعد البسكليت بالمشي عن طريق الدعسات، وهيك رح يمد عندكم عمر البطاريه ورح تكونوا قادرين توصلوا للمسافه بتوصل ل 34 كيلو متر. اقصى سرعه ممكن توصل لها البسكليت هي 25 كيلو متر بالساعه، وهذا شيء كثير مناسب لاغلب الناس اللي ما بتحب السرعه، واللي كمان بيتوافق مع سياسات اغلب الدول الخاصه بقوانين الاي بايكس. وبالنسبه لموضوع الماكس لود او الحمل اللي رح تكون هي البسكليت قادره تشيله، هون عم نحكي عن وزن بيوصل ل 120 كيلو جرام، وهذا شيء كثير مفاجئ بالنسبه لحجم البسكليت الصغير. هالبسكليت مصنوع بشكل كامل من المعدن مع وجود بعض الاجزاء البلاستيكيه، وطبعا مع وجود معيار الاي بي 54 المقاوم للمي والمطر، وهذا بيخليه خيار مناسب لاغلب البلدان اللي ما بتوقف فيها المطر مثل هون. طبعا رح يكون متوفر على البسكليت من الجهه الاماميه هيد لايت باللون الابيض واداؤه كثير قوي، مع وجود طبعا فوق باك لايت او ضوء ضباب خلفي، واللي راح تكونوا قادرين تشغلوهم وتطفوهم بكل بساطه عن طريق الزر الموجود على الدركسيون من جهه اليمين. بكفي تضغطوا على هذا الزر 5 ثواني لحتى تشتغل الاضاءه عندكم، والعكس تماما لحتى تطفوها. طبعا هون الضوء الخلفي عندنا راح يكون تفاعلي مع الفرامات، يعني اذا بدكم تخففوا سرعتكم او توقفوا فالضوء راح ينتقل من الشكل الاحمر الثابت لشكل فلاش كتحذير للناس الثانيه الموجوده معنا على الشارع. اما عن طريق تشغيل هالبسكليت فراح تكون عن طريق الزر الموجود على اليسار على الدركسيون، كل اللي عليكم تعملوه بكبسه واحده على الزر راح تشتغل معكم البسكليت، وبكبسه واحده راح تطفوها. راح يكون بامكانكم كمان تعرفوا نسبه شحن البطاريه عن طريق انديكاتور موجود على الدركسيون من جهه اليمين. هذا الانديكاتور عباره عن 4 نقاط، كل نقطه هي عباره عن 25% من نسبه شحن البطاريه، وهيك فيكم تعرفوا نسبه شحن البطاريه عندكم. الكرسي الخلفي هون راح يكون قادر يشيل معنا وزن بيوصل ل 25 كيلو جرام، يعني في حال حابين تحطوا الباك باك تبعكم او اي غرض ثاني موجود معكم. نسينا نحكي هون عن الفرامات او البريكات الموجوده على هالبسكليت. هون عندنا ديسكات معدنيه اماميه خلفيه وبقياس 160، طبعا هذا الشكل اداؤه افضل عن اداء الفرامات اللي بنعرفها من زمان. كمان ما راح ننسى وجود فرونت لايت ريفليكتور وباك لايت ريفليكتور، هدول الديتيلز الصغار كثير مهمين، وكثير منيح انه هالشركه مهتمه فيهم ومركبتهم لامان اكثر على الطريق وخاصه بالليل. الشيء الحلو بهالبسكليت انه بتيجي بالاغلب او بنسبه 95% مركبه جاهزه، واللي بيبقى عليكم هو شويه شغلات تشدوها وتظبطوها واموركم بتكون بخير. والقصه كلها هاي ومثل ما شفنا بمقطع التركيب ما راح تاخذ منكم لا جهد ولا تعب، وخلال 10 دقائق راح تكونوا جاهزين للسواقه. مثل ما بنقول باي فيديو مراجعه موجود عندنا على القناه، لكل شيء حسنات وسيئات، وهالبسكليت كمان بينطبق عليه نفس الموضوع، إلها حسنات وسيئات، فخلونا نشوفهم سوا. طبعا هالشيء بناء على تجربتي الخاصه إلها ورأيي الشخصي فيها، وبنبدا مع الحسنات. واول شيء معنا هو حجم هالبسكليت، الشيء اللي ما راح ياخذ عندكم مكان وين ما بتريدوا تحطوها، وخاصه مثل ما حكينا من شوي انه الدركسيون عندنا هون بيجي بميزه انه هو فولدبل، الامر اللي راح يصغر ارتفاع البسكليت ليتناسب مع اغلب الاماكن الموجوده عندنا، وهذا الشيء بشوفه كثير حلو، وخاصه للناس اللي ما عندها كراج او منطقه خارج البيت، فهيك فيكم تاخذوها وتطلعوها معكم بكل بساطه. الشيء الثاني اللي لازم نذكره هون هو عمر البطاريه، وهذا موضوع كثير بيهمني، وخاصه اذا كنت بدي اطلع وما بدي اخذ الشاحن معي. البطاريه هون بتضايم معكم لوقت كثير منيح، وبتعطيكم تجربه قياده كثير حلوه، وخاصه اذا ما كان بدكم تستخدموا الدعسات. طبعا هالشيء بيختلف مثل ما حكينا حسب وزن الشخص والبيئه اللي عم تسوق فيها البسكليت، وبصراحه لاني استخدمتها بالشوارع وبالمدينه فما واجهت معها اي مشكله، واعطتني تجربه ووقت كافي لطلعتي وجولاتي برا. ثالث شيء معنا هو اضاءه تفاعليه من الخلف، هاي الإضاءة بتتفاعل مع الفرامل، وهذا الشيء بشوفه كتير ظريف ومختلف عن الشكل العادي الثابت للستوب لايت. طبعا الأمان أهم شيء لما نكون عم نسوق على الطريق، وهي التفاصيل الصغيرة بتلعب دور كبير. وبنضيف على هالميزات كلها البريكات الموجودة على هالبسكليت، يلي أداؤهم جبار مقارنة مع الفرامات العادية اللي بنعرفها.
فسواء كنتوا عم تسوقوا هالبسكليت بشكل بطيء او على اعلى سرعه، فهالبريكات رح تقدم لكم تجربه ثبات وكبح قويه. وبنيجي هلا للسيئات يلي مثل ما حكيت هي بناء على تجربتي. وبنبدا مع اول شيء عندنا هو السسبنشن. على السي 3 رح يكون السسبنشن موجود فقط على الكرسي اللي جالسين عليه وبدون وجوده على الدواليب. انا ما واجهت مع هالموضوع ابدا اي مشكله، وبالعكس كانت تجربه القياده كتير مريحه. بس عم اذكر هالنقطه للناس مهتمه تعرف هالشيء، في حال كان استخدامهم للبسكليت رح يكون لمستوى ثاني، فبظن وجود سسبنشن على البادي رح يقدم لهم تجربه قياده افضل. طبعا في موديلات ثانيه عند هالشركه موجوده عليها، بس للاسف على هذا الموديل لا. التطبيق الخاص بالشركه على الموبايل لا يدعم التوصيل مع هالبسكليت، والسبب انه هي البسكليت ما بتدعم ميزه البلوتوث، وهذا الشيء كنت بتمنى لو كان موجود على السي 3 لحتى اعرف معلومات اكثر عن نسبه شحن البطاريه والكروز مود والحراره وغيرهم. والسؤال هلا، هل بنصح بهي البسكليت او لا؟ من بعد تجربتي للسي 3 لفتره، وخاصه انه كنت قاطع عن سواقه البسكليت مثل ما ذكرت باول الفيديو، فبنصح فيها. اذا انت شخص بتحب تسوق بسكليتات كثير مثلي وما فتت لسه لعالم الاي بايكس، فاكيد بنصحك بهالبسكليت. طبعا لسه في موديلات ثانيه باحجام مختلفه وخيارات افضل، بس الميزات اللي حكينا عليها اليوم مقارنه بسعر هالبسكليت يعتبر صفقه حلوه، يعني ببساطه قيمه مقابل سعر. وهون عم نحكي عن سعر ما بيتجاوز ال 500 يورو او 550 دولار امريكي. واذا استخدمتوا الكود الخاص بالقناه رح يطلع لكم خصم كثير حلو وقت تعملوا تشيك اوت على موقع الشركه. روابط الشراء وكود الخصم رح اترك لكم اياها تحت بصندوق الوصف للمهتمين. بحب اتشكر مره ثانيه دي واي يو على دعمهم لنا وتوفيرنا للسي 3. فاذا وصلت لهون وعجبك الفيديو لا تنسى تعطيني لايك حلو مثلك، اشتراك بالقناه، تفعل زر الجرس ليوصلك كل جديد منا اول باول، ونشر الفيديو بين رفقاتك لنوصل لاكبر عدد ممكن. كنت معكم انا فادي من استديو فيجن، بشوفكم بفيديو جديد. سلام.